الأهلي يعبر بتروجيت بشق الأنفس، والأهلي مخترق دفاعيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم وماتش الأهلي وبتروجيت بإذن الله. الأهلي النهاردة المفروض بيدخل آخر بطولة ليه علشان ينافس على الدوري بإذن الله كده، بس من بعيد أي نعم، أو إن ما كانش هياخد يبقى يحافظ على المركز الثاني للمشاركة أفريقيا. الأهلي النهاردة بيعبر بشق الأنفس مع عماد النحاس. برضو لسه الدنيا بتتظبط واحدة واحدة، ولكن الأهلي مخترق دفاعيا، الأهلي مباح دفاعيا ليس مخترق فقط. أتمنى من الإدارة عملت هجوميا وخط وسط منتخب مصر ومنتخبات العربية كلها تمام زي الفل. انما احنا دفاعيا بصراحة الاربعة اللي في الخط الخلفي محتاجين اربعة غيرهم، يعني محتاجين على الاقل اربعة غيرهم علشان نعرف نقف على رجلينا. انما الوضع اللي احنا فيه ده بصراحة صعب شوية. رامي ربيعة بيعمل أخطاء كارثية، ياسر إبراهيم بيعمل أخطاء كارثية، أشرف داري النهاردة عنده بعض الأخطاء، رغم إني أشدت بيه من ماتشين فاتوا. يعني الماتشات اللي لعبها الفترة اللي فاتت كان بصراحة أعلى واحد فيهم هو أشرف داري. العالي كله بياخده، بيعرف يطلع الكرة نوعا ما أفضل من التانيين من تحت. انما النهارده عليه بعض علامات الاستفهام، وفي نفس الوقت هو تقريبا ممكن عشان الاصابه اللي حصلت له دي برضو كانت مؤثره عليه ذهنيا. يعني الخلفيه اصل انت بتبقى مش مره واحده، يعني بتبقى حاسس بيها، يعني حاسس ان هي ايه هتشد عليك يعني. فممكن تكون هي دي سبب من الأسباب. إنما الأهلي بصراحة محتاج دفاعيا كلام كتير. كوكا بيلعب في مكان غير مكانه. طبعا كوكا لاعب خط وسط ملعب، أعتقد عليه برضو علامة استفهام في حوار الباك الشمال، إن هو يلعب باك شمال، دي مش بتاعته ولا حتته. وكنت اتمنى من الاداره ان هي تطلع كوكا، يعني حرام، يعني بما يرضي الله، يعني يطلع اي فرقه، الاحتراف ليه افضل بالنسبه لكوكا. اتمنى من الاداره تبص على كوكا وتطلعه احترافيا افضل، نستفيد بيه ويستفيد هو ويفيدنا لمنتخب مصر. اللعيب لما يطلع ويلعب كوره هيعلى، انما انت بالطريقه دي مش هتلعبه، وفي نفس الوقت هينزل مستواه وهيبقى لعيبه خلص خلاص. هتمنى من الاداره ان هي تستفيد، على الاقل تطلعه اعاره لو مش عايزه تطلعه بيع. النهارده عمرو السولية بيشارك طبعا وبيحرز، بيرجع وبيحرز هدف. وسام بيرجع يحرز ويعود للتهديف. بصراحة كان من فترة مش موفق بصراحة، بالرغم ان هو بيعمل كل اللي عليه بصراحة. وانا من بحب النوعية بتاعت وسام، لان هو من النوعية المقاتلة. جراديشار بهدف ولا اروع. بيكمل برضه، سجل له التهديفي. لعيب بيلعب سهل منه بصراحة، بيعجبني طريقته ان هو يعني بيلعب السهل، تك الكرة جول، ما فيش هزار معاه، واللمسة ليه بينزل. الاهلي بيفوز 3-2 عن طريق جراديشار بالهدف الثالث. واتمنى من الاداره برضو، او من مجلس من عفوا من تامر عماد النحاس، ان هو يرجع امام عاشور للعيب وسط ملعب ويلعب قدامه بن شرقي، لان احنا مش مستفيدين ببن شرقي. بن شرقي ما بيدافعش في الجناح، في الجناح انت بتخسر لاعب، ومع ذلك برضه بتتكرر كل ماتش ما بيلعب وبيبدأ فيه بن شرقي ان في واحدة بيترقصها تتلعب العرضية بتروح جول. هي دي بتاعت كل ماتش بيلعب فيه بن شرقي. هوب بتتعمل العكسية، وهو مش مدافع مع المهاجم اللي رايح، هوب جول. هي دي بتاعت كل ماتش اللي بتبقى من ناحية بن شرقي. اتمنى بن شرقي يلعب لعيب 10 علشان نعفيه شوية دفاعيا.
يعني في شوية دفاعيا. واللاعب حسين الشحات وطاهر، نلاعب امام عاشور زي ما قلت لكم، لعيب 8 يشيل مع مروان عطية، ده لعيب مقاتل، هيديك والله اكتر، هيديك من اللي انت عايزه، وهيديك وهيعمل الدعم الهجومي اللي هيلعب بوكس تو بوكس دي 10/10. نفسي والله نفسي الفيديو ده يوصل بيكم بإذن الله بلايك وشير وكومنت علشان الفيديو ده يوصل، واتمنى ان الناس دي تسمعنا وتشوف ان احنا ان شاء الله على حق بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت بتحبني وصلت لغاية دلوقتي في الفيديو، لايك وكومنت وشير واعمل اشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.